السلام عليكم، كيفكم يا بنات؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. اهلا بكم في قناتكم كوني جميلة مع ام عبد الله. اليوم روتين، الله يعين الجميع يا ربي وتعرفوا احفادي ما شاء الله عليهم، فبيكون طبعا الكنب موسخ وكده والله يعين، ف بنظفه. حاولت اجيب شركة النظافة، جم لاني بنتي اخذت البيت اللي قدامي، جم عند بنتي وبعدين قالوا طب هنجيكم مرة تانية عشان الوقت متأخر. جابت برضو شغالات وقالت برضو ما في إمكانية. سبحان الله، قلت خلاص أنا أنظفه. سبحان الله، ما في وقت والله يعين الجميع يا ربي، ما في نصيب كمان. فقلت انظف الكنب ان شاء الله بخلطة قوية كده انا دايما بسويها، بس طبعا قبل ما انظف الكنب اكنس الكنب كله واكنس الصالة واكنس البيت كله من قليل الغبار. تعرفوا الكنيس كل يوم يعني، فقلت خليني اكنس الاول وبعدين انزل كل الكنب واكنسه، بعدين انظفه على نظافة عشان ما يكون في اي غبار. وكنست الشبابيك وشلت السجادة، وتحت السجادة هذه متعبة جدا، البرزة اللي هي الشعر هذه متعبة في النظافة يعني. لو في قش ولا في رز ولا في أي شيء لازم تقعد يدوي وبالمكنسة، فلازم كده مرة واثنين وعشرة إلين ما تنضف. فالله يعطينا الصحة والعافية يا رب. أهم شيء الصحة، عندك صحة لا تبخلي على بيتك، وبنعمل كل حاجة ونساعد كل اللي محتاج مساعدة، والله بنقف معاه وبنساعده. أهم شيء الصحة. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب ولا يحوجكم لأي أحد. بكنس كله وبعدين بنزل الكنب كله وبجيب الخلطة، خلطة قوية جدا وبتساعدني، اللي هو كولوريكس الالوان، فينيش، كلكم عارفينه طبعا، حق الالوان، مع مغسل الصحون، منظف الصحون، مع لتر مويه كده، وابتدي بفرشه ناعمه وبنشفه، ادعك وانشف ما شاء الله. البيت صار مريح وصار نظيف. دحين هنزل الكنب كله، والله يعين الجميع يا رب. والمكنسة كمان لازم تتنفض، يعني كل ما بكنس البيت كله بمسكها بنفضها تنفيضة حلوة كده، علشان تعطيني نظافة. لو هي وسخة ما هتنظف. طلعت هذا السطح كمان بكنسه، وان شاء الله بس الاقي احد يساعدني بنكب مويه وبنمسحه. ما ادري هذه الايام عاصفه ترابيه كل يوم، فكل ما انظفه بيرجع يتوسخ. هذه مشكله الملحق. فشوفي الكنب اللي محطوط في السطح، الكنب كمان يبغى له كنسه حلوه كده، انا مخليه علشان قريب بنسوي غرفه في السطح تكون مكيفة كده مريحة وتحطي فيها الكنب. واديني حضرت الجروف والمقشة وكل شيء، اكنس ونشيل الغبار. وبعدين بنسقي الزرع كمان، بشيل هذه الاكياس فيها المخدات، بخاف تخرب من الشمس. ما شاء الله الشمس حامية قوية جدا، بتخرب الكنب والغبار. فلازم بعمل غرفة كده
ان شاء الله بوريها لكم. بحط فيها الكنب وبعض الزرع اللي بيتحرق. انا عندي شجرة فل محروقة من الزرع، من الشمس، محروقة. بعض الزروع بتتحرق من الشمس، فبحطها في الغرفة هذه. لازم يكون في شوية برودة للزرع، الشمس بتحرقها، الشمس حامية قوية ما شاء الله. دحين بسقي الزرع كمان، خلاص وقت الغروب. الزرع كمان لا تسقيه لا في الشروق او في الغروب. لو في الظهر او بعد الظهر قبل العصر بينحرق. لازم في الشروق او الغروب، في الوقت البراد، الوقت البارد. فهسقي الزرع وبعدين نكنس الكنب والأرضية. هو يوم تعب كده من أوله، والحمد لله ربي يعطينا الصحة والعافية. دايما قبل ما أشتغل أقول يا رب أتبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذو الجلال والإكرام، وأثني على الله عز وجل، وربي بيعين وبيساعدنا. اللهم لك الحمد ولك الشكر. هذا نعناع حطيت فيها، عندي نعناع كتير وزرعت نعناع. في بعض هذه شجرة الفل ما شاء الله كانت طرحة فل كتير وريحتها جميلة، بس الشمس حرقت الزرع للأسف يعني. فإن شاء الله بعمل غرفة وبحط فيها الكنب ومكيف وبعض الزرع اللي ما بيتحمل الشمس. ودحين إن شاء الله بنكنس الأرضية. هنا أنا فضيت، دخلت شلت المخدات اللي على الكنب كله، وحضرت الفينش، منظف الصحون وسفنجة وفرشة ناعمة، وشفتي كله كده شلته علشان أغسل الكنب. هو لا فينش أو كولوريكس ألوان، عشان الأبيض، كولوريكس الأبيض قوي جدا، لازم أبيض، بيضيع اللون حق الكنب. فدحين بعمل الخلطة اهي. هذه البقع من الأطفال الله يصلحهم ويهديهم. فإن شاء الله بنظف كله. وهذا هو لتر من الموية بنحط معاه منظف الصحون مع الفينش، فينش بودرة كمان، ومحضرة الاسفنجات وكل شيء. يوم نظافة إن شاء الله كده، وربي يعيننا علشان البيت يكون نظيف وتحسي بطاقة إيجابية، والواحد يكون نفسيته كده نفسية حلوة، ويكون في البيت فيه سكينة وتشغلي سورة البقرة، يا سلام تكوني مرتاحة. دحين اهو بنحط منظف الصحون مع الفينش، وهذا الفينش، وبعدين هذا الفينش البودرة بحط منه ملعقة كبيرة، ينظف والله العظيم سعيدني كتير. بالفرشة الناعمة كده والسفنجة، وأدعك بالمنشفة، وبالفوط كده أدعك، تضيع كل البقع. اي والله الله يعين. وشوف الحبر، هذه الحبر ما هيكون لها اي اثر، كله بيروح. هو يوم تعب بس خلاص يعني، يقعد 6 شهور نظيف، بعدين يرجع يتوسخ تاني. بس انا خلاص يعني بشتري له قماش
آه علشان أغطيه، بغطيه بالقماش. البذورة مهما تكوني وراهم وتغسلي أيديهم كل شوية ورجلهم، وانتبهوا على النظافة، غسل يدك ياكل ويروح يمسك، ما تعرفي تعملي عليهم كنترول، بالذات الصغار والرضع. فالحمد لله، الله يعطينا الصحة والعافية ونشتغل أهو زي كده. والله سبحان الله كان بينضف بسرعة. بعد ما نضفته ما حبيت أطول عليكم طبعا. صار كده حلو، ورشيته بمعطر فصار ريحته حلوة. وشوفي أنا قعدته ساعتين، فتحت عليه المروحة والمكيف، نشف بسرعة. الحمد لله ربي يسرها وميسرها علينا، اللهم لك الحمد والشكر. ونشف ورجعت المخدات تاني، شوفوا كيف نظيف، صار نظيف ومرتب الحمد لله رب العالمين. ومسحت الأرضية، ودحين أبخر كمان. وحتى هذه كان فيها بقع وكتبلي عليها الصغار، دعكتها بالفينش ومنظف الصحون كله نظف، صار نظيف كده. أحد يدخل عليك ما تستحي من البقع هذا ف... الحمد لله صار نظيف وعجبني كتير. والبقع راحت وصار كله حلو ما شاء الله ونظيف. والبقعة الحبر راحت وكل البقع راحت ما شاء الله، صار نظيف كده. فرحت ان هو نظيف، تحس براحة. وبعدين حطيت الجمر على النار وبخرت البيت. تحسي يوم تعب لكن تحسي بإنجاز، تحسي بطاقة إيجابية، ترتاحي. بعد كده قلت لهم ها اللي يطلع على الكنب يغسل رجوله ويده، وانتبهوا كل شوية أقول لهم انتبهوا على النظافة. أيوة كده نقعد في نظافة والبيت يكون حلو، تشغلي سورة البقرة تحسي بسكينة وراحة نفسية وطاقة إيجابية كده. والله يعطينا الصحة والعافية يا رب. وبخرت بالبخور اللبان، هذا برضو حلو بيطفش الشياطين. وفي الآخر طبعا بحط عودة والبيت كده يكون ريحته حلوة. الله يجعل بيت المسلمين عمار ويكون نظيف، والنظافة من الإيمان. شكرا لكم على المشاهدة حبيباتي. بسم الله ما شاء الله صار نظيف وبأقل مجهود، والله يعني ما هو تعب. النظافة تجيب راحة نفسية وتجيب الملائكة وتطفش الشياطين، تحسي كده براحة. مع سورة البقرة الله أكبر تجيب الرزق والراحة. لكن البيت لما يكون وسخ تحس بضيقة ويكون في مشاكل، وتلاقي الشياطين كده، تسمعي أصوات غريبة اي والله عن تجربة. فالنظافة تجيب لك الراحة النفسية والسكون والهدوء بين الأطفال، وما يكون في مشاحنات ولا يكون تحسي بملائكة كده بتساعدك. اللهم لك الحمد والشكر. يجعل بلاد المسلمين بلاد كلها راحة وكلها إيمان وبركة. لما تشغل سورة البقرة بفتح الشبابيك عشان لو في أي شيطان أي شياطين تفر وتبعد عننا. شكرا لكم على المشاهدة، يعطيكم ألف عافية.
شكرا لكم على المشاهدة، يعطيكم ألف عافية، أشوفكم في أمان الله، أشوفكم إن شاء الله. وهنا وأنا بصلي، وصلينا العصر وقمنا كملنا الشغل، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم على المشاهدة.